دكاترة أولى إعدادي، ازيكم عاملين ايه؟ احنا دلوقتي ده تاني واجب بالنسبة لنا، هيبقى على ليسون 2. عايز اقول لكم بس شوية حاجات، ان ليسون 2 ده مجرد ما يعدي دول اهم درسين عندك في المنهج بشكل كبير جدا. المنهج كله مهم، بس دول اتقل درسين، قويين جدا، مليانين معلومات كتيرة جدا، شغلهم حلو قوي. اللي فيكم هيبذل مجهود حلو قوي في الدرسين دول هيرتاح في الدرسين اللي بعديهم بتوع الكيمياء، لان دول اهم واتقل درسين اللي بتاخد فيهم اساسيات الكيمياء على فكره، اللي بتكمل معاك حياتك كلها. طيب بعد ما شرحنا تعال نشوف كده، بيقول لك element x and y are in the same period. ماشي، same period دي معناها ان عندهم same number of energy level. تمام كده، عندهم نفس عدد مين الانرجي level. in the while element y و z are in the same group. same group يعني عندهم same number of electrons فين؟ in the outermost energy level. ده المعنى، يعني ده اللي هو عايز يقوله لك من الكلمتين دول. معنى ان اكس وواي نفس البيريود عندهم نفس عدد الانرجي ليفل، معنى انه واي وزد نفس الجروب يبقى عندهم نفس عدد الالكترونز اللي في اخر انرجي ايه ليفل. طيب بيقول لك ايه بقى؟ يبقى اكس، يبقى انا كده فهمت ان اكس واي عندهم نفس ايه عدد الانرجي ليفل. طيب بيقول لك اكس ايه؟ اكس هنا 3 ماشي، وواي هنا 3 ماشي، ده ممكن افكر فيه. استنى بس، هنا بيقول لك اكس هنا 2 وهنا واي 2، ممكن افكر فيه. ده مثلا انت ايه بتفكر ازاي حبيبي؟ هو بيقول لك ان اكس وواي عندهم نفس عدد ايه انرجي ليفل، فده عندهم 3 وده عندهم 3، ممكن افكر في الاجابه دي. ده عندهم 2 وده عندهم 2، ممكن افكر في الاجابه دي. اكس هنا عنده 2 انرجي ليفل، لكن واي هنا عنده 3 انرجي ليفل، يبقى دي انا طلعتها من التفكير. هنا اكس عندها 3 انرجي ليفل وواي عندها 2 انرجي ليفل، يبقى دي طلعتها من التفكير. اذا انا اجابتي يا ايه يا بي. طيب مين اللي هيتحكم بقى في ايه وبي؟ الزد. ازاي الزد؟ لازم يكون عنده نفس عدد الالكترونز اللي في اخر انرجي ليفل زي واي. يعني واي هنا عنده 6، هل زد عنده 6؟ لا، يبقى الاجابه دي بره. هنا بقى دول 2 انرجي ليفل ودول 2 انرجي ليفل، اذا هما الاثنين في نفس البيريود. هنا واي وزد، واي وزد، زد هنا عندها 7 انرجي ليفل 7 الكترون، وهنا 7 ايه الكترون، يبقى هما الاثنين موجودين في نفس الجروب، فالاجابه اصبحت مين؟ بي. اسمع الشرح بتاعها مره واثنين. The properties of element whose atomic number is 2. ماشي، عندي element، خد بالك الاتوميك نمبر بتاعه از ايه؟ 2. وزع كده معايا 2، ادي كي حط فيها 2. هل عندي افتح ال؟ لا، ما انا معيش غير 2. يقول لك هيبقى زي مين؟ احنا متفقين يا شباب، الاليمنت اللي عنده نفس الالكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل بيبقى عنده نفس البروبرتيز. يعني انا عايز اعمل الكترونيك كونفيجريشن للاليمنتس ديت واشوف مين فيهم هيبقى كومبليتلي فيلد، مش الكي ده كومبليتلي فيلد. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هدور على مين من الاليمنت ديت عن برضه كومبليتلي فيلد. تعال نوزع. هنا ال 20 لما تيجي توزعها، لو انت شاطر جدا فعرفت ان هي 2882. انا ليه بدات بده؟ هقول لك، انا خاف عليك تقول لي يا مستر ده عنده 2 وده عنده 2 يبقوا زي بعض. لا، ده مش كومبليتلي فيلد. طيب يبقى ده بيبرر الموضوع، انا بدور على اليمنت عنده نفس الايه الاوتر موست انرجي، يكون مليان على اخره. هنا 19 2 8 8 1، الاخر كام؟ 1. انا عايز حاجه كومبليتلي فيلد، يبقى ده ما ينفعش. هنا 2 8 2، هنا ده عنده 2، تقول يا مستر عنده 2 ده عنده 2، لا انا بدور على حاجه عندها كومبليتلي فيلد. هنا ده 2 و8، ايه رايك؟ الاوتر هنا مليان ولا لا؟ مليان، يعني الراجل ده هيبقى شبه الراجل ده. ليه؟ بيقول لك الاتوميك نمبر از 2، يبقى عنده نفس الاليمنت بتاعت مين؟ بتاعت ابو 10. اشمعنى؟ لان ده كومبليتلي فيلد وده كمان ايه كومبليتلي فيلد. يبقى انا كده عرفت ازاي بفكر، بدور على ايه من الاليمنت كومبليتلي فيلد ويز الكترون. طيب لويس دوت ستراكشر شو 4 unpair electron in the atom of مين؟ يعني احنا شغالين بلويس. لويس قال كده لما مثلا تيجي تعمل البي اي، وادي هنا 4، بنوزعها ازاي؟ بتكتبها بي اي، تحط هنا 1، تحط هنا 2، حط هنا 3، حط هنا 4. طب لو عندك تاني ابتدي وزع، يعني مثلا زي الاو، عشان بس ما تقولش انا حليتها على طول. فالاو ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5، صح؟ لا اصل يا مستر انت بتقول كلام غلط. ايوه يا واد يا شاطر. ايه بقى يا مستر؟ حضرتك لويس قال هو بيوزع الاوتر موست انرجي ليفل بس. ازاي يا مستر؟ ان مثلا يا مستر ده بي اي ده 4، فلما بنيجي نوزعه بيبقى 2 2، فلويس بيوزع مين ال2 ديت ازاي؟ يعمل البي اي، يقول لك هنا 1 وهنا 2. طيب يبقى ده كده عنده كام واحده امبير؟ 2. طيب هات لي الاو، الاو ده ب 8، بوزعه ازاي؟
2 6. احنا بنوزع انهي يا دكتور؟ الاوتر. فهنعمل ايه؟ هنعمل الاو حواليها كام؟ 1 2 3 4 وارجع هنا احط 5 6. ده كده عنده كام امبير؟ 2. يبقى ده ما ينفعش وده ما ينفعش. هات لي السيليكون. السيليكون ده يا مستر ب 14، فلما اجي اوزعه بيبقى 2 8 4، يعني هيبقى اس اي 1 2 3 4. قول لي كده ده عنده كام امبير الكترون؟ ده عنده 4. ده محتاج حد وده محتاج حد وده محتاج حد وده كمان ايه؟ محتاج حد. فاذا الاجابه هتكون مين؟ سي. طب يا مستر ما تيجي نوزع السلفر. طيب السلفر يا حبيبي هيبقى 2 8 6. لما تيجي تحط السلفر كده حواليه كام في الاوتر؟ 6. ادي 1 2 3 4 5 مين؟ 6. كده عنده كام امبير؟ عنده 2 امبير. يبقى ده كده ايه؟ ما ينفعش. يبقى انا كده مش بس جاوبت، انا كمان فهمت انا اخترت ليه الاجابه سلفر يا دكاتره، سيليكون يا دكاتره مش سلفر. حلو قوي. اتمنى تكونوا ايه فهمتوا الشرح بتاعها، وعيد وزيد فيها لحد ما تبقى فهمت كويس. طيب تعال نشوف اللي بعده. بيقول لك which are the present expected melting and boiling point of mercury. طيب تعال نشوف موضوع الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت بتاع الميركوري. ميركوري يا شباب انا عارف ان هو ليكويد ميتال. ليكويد ميتال حلو، بلاش اهلا وسهلا بيك. طيب يبقى انهي حاجه؟ خد بالك هو ليكويد ميتال، وكنا اخترناه في ان هو يتحط في الترمومتر علشان يقدر يستحمل درجات عاليه. فالميلتنج بوينت اوف ميركوري ممكن تبقى كام؟ يعني انا اعرفه ازاي؟ اول حاجه ده ميتال، تمام، خد بالك من الحته دي، ومش بسهوله يقدر يعني ايه مش بسهوله يقدر يتجمد. فهو حاجه من الاثنين، يا اما دي يا اما دي. تمام تمام. طيب ده كده ايه انا كتفكير. طيب اختار ان البويلنج بتاعه بالنيجاتيف ولا البويلنج يكون بالبوست؟ عارف يعني ايه بويلنج؟ بويلنج ده يعني يبتدي يبقى من يتحول من الليكويد يبقى فيبر. فانت ايه رايك يكون عامل ازاي؟ يكون واصل بيه لحد درجه كام؟ هيكون واصل لحد نيجاتيف ولا يكون بالبوزيتيف؟ اكيد هيكون بايه؟ بالبوزيتيف. ده ميركوري يا جدعان، ده ميتال، ده بيستحمل درجات حراره عاليه قوي. طيب تعال نشوف مين اللي بعده. which of the following represents the element whose energy level M ماشي in each atom contain 2 electron. طب تعال نفهم. ادي K وادي L وادي مين؟ M. بيقول لك الام هيكون فيه 2. طب هحط هنا ايه؟ 2. يبقى اكيد ده فيه 8 وده 2. طب يا مستر عرفت منين ده 2 وده 8؟ فاكر لما قلنا ما ينفعش احط انرجي احط الكترون هنا غير لما دول يكونوا مليانين؟ فمعنى ان هنا فيه 2 ان اكيد اللي قبليه 8 واللي قبليه 2. طيب طب تعال نقول كده الراجل ده هلاقيه في بيريود كام؟ بص يا مستر ده عنده 3 انرجي بيبقى بيريود 3. عنده كام في الاوتر؟ 2. يبقى الراجل ده هلاقيه في جروب 2A. تعال نشوف كده. بيقول لك لو هتبدا ان بيريود 2 جروب 2A. لا هو مش بيريود 2. ليه؟ لان هو قال لك الام كي ال ام ده يبقى ده ما ينفعش. بيقول لك لو ميلتنج بوينت ماشي. ها its valence is divalent ماشي. it's more active than element preceding it in the same period. طيب which of the following presents the elements whose energy level m its atom contain 2 electron. عارف يعني ايه الفالنس دايفالنت؟ يعني الاتوم دي عندها استعداد يا تعمل لوز يا تعمل جين يا تعمل شير. هنفهمها اكتر الحصه الجايه. لكن ممكن اقول لك ان داي فالنت يعني بنلاقي ان الاوتر فيه يا اما 2 يا اما بنلاقي فيه 6. فبما ان هو عنده 2 فهيكون ماله؟ هيكون هيكون داي فالنت. طيب طب يا مستر مختار لو ميلتنج بوينت. انت عارف يعني ايه لو ميلتنج بوينت؟ يعني بيسيح بسهوله. هل الراجل ده هيسيح بسهوله؟ احب اقول لك لا. ليه؟ اولا ده ميتال، فانت عارف ان الميتالز بتاخد درجه حراره عاليه شويه. more active than the element preceding it in the same period. برضو دي اجابه كنت ممكن اشك فيها. which of the following represents the element whose energy level m and in its atom contain mean 2 electron. يبقى انت فهمت ان هي مين؟ داي فالنت. طيب تعال نشوف مين اللي بعده. الناس اللي صحيح عشان تبقى انت عارف انا بشرح في الجزء ده. طيب تعال نشوف اللي بعده. the opposite figure represents the periods ماشي 2 3 ماشي in 2 3 in the model periodic table. يعني ده period 2 وده period 3. حلو قوي. period 2 دي انا فهمت بيها على طول ان ده كل اللي هيتحطوا هنا عندهم 2 energy level. هيكون عندهم 2 energy level. طيب نعمل ايه بقى في الجزء اللي هو بيقول لك ايه عنده 2 energy level؟ بص اول واحد بمنتهى الشياكه كده بيقول لحضرتك ايه؟ واي ماشي فين؟ ده 1 a صح؟ يعني ده عنده 2 energy level وعنده 1 هنا، يبقى هنا في 2، يبقى ده هنا 2 2، يبقى ده 2 3، يبقى ده 2 4، يبقى ده 2 5، يبقى ده 2 6. خدوا بالكم الكلام ده. ايه ده فهمت ده كله مستر ازاي لوحدك؟ ما حبيبي رقم الجروب عرفني الاوتر فيه كام. يبقى ده 2 7، يبقى ده ايه؟ 2 8. ادي كده معلومه وصلت لي من الهوا. طيب بيريود 3 يبقى ده عنده 3 انرجي ليفل 2 8 1، يبقى ده 2 8 2.
يبقى ده 283 وهكذا، يبقى ده 284 يبقى اللي بعده 285 يبقى اللي بعده 286 يبقى ده 2 و8 و7 يبقى ده 2 8 و8. لازم الاخير ده يا شباب يكون الاوتر موست انرجي ليفل ماله يكون مليان على اخره. طيب تعال نشوف كده مين اللي بعده. يقول لحضرتك ايه بقى؟ which of the two element y and b has a larger atomic radius. انا كده بيقارن لي ما بين مين؟ بيقارن ما بين y وما بين مين؟ وما بين b. طيب y يا حبيبي هيبقى عنده 2 انرجي ليفل، b هيكون عنده 3 انرجي ليفل. فكل ما عدد الانرجي ليفل زاد كل ما الاتوميك راديوس او الاتوميك سايز زاد. يبقى مين هيكون عنده اتوميك راديوس او اتوميك سايز ازيد؟ الواي. اشمعنى؟ افرض قال لك جيف ريزون، لان بي ولا واي، اسف انا علمت على الواي، لا هيبقى مين؟ بي. اشمعنى بي؟ لان بي يا دكاتره عندهم 3 انرجي ليفل. كمان مره which of the two element واي ولا بي عنده اللارج اتوميك راديوس. اللي عنده عدد انرجي ليفل، ما دام بتكلم في نفس البيريود نفس الجروب ما دام بتكلم في نفس الجروب، هم كلهم هم الاثنين في جروب 2A، ما دام هم الاثنين في نفس الجروب فاللي عنده عدد انرجي ليفل اكبر هيكون عنده اتوميك راديوس او اتوميك سايز اكبر. which of the two elements W will D حلو قوي is more the element of molecular table arranged according to. فتعال نشوف كده، قال لك according to atomic number and in Mendeleev according to. خد بالك بقى دي نكتب حاجات كتير قوي، ممكن اقول atomic mass ممكن اقول atomic ايه weight، خدوا بالكم ان هم زي بعض. طيب هنقول هنا which two elements are in the same period. ماشي، ده هنا period وده هنا period وده كل خط بيساوي period، تمام كده خليك فاكر. طيب مين هنلاقيهم مع بعض متحطين في نفس البيريود؟ نمبر 2 ونمبر مين 3، يبقى هقول ايه 2 و 3. طيب مين element are in same group اهو، دول في نفس الجروب، يبقى 2 كام يا دكاتره؟ و4. حلو قوي، موضوع بسيط خالص ما فيهوش اي ايه صعوبه. هنشوف اللي بعده. choose the correct answer for question 1 and 5. metals with higher melting point or more reactive metal with water. ماشي، بيقول لك ايه بقى؟ which of the following choices represents the two metals lithium and potassium. تعال نشوف صفات الليثيوم والبوتاسيوم. لو انا جيت اقول مثلا 1 مين الميتال with higher melting point؟ الليثيوم اجابه صح. اذا انا بفكر في مين؟ في الليثيوم. طب ما انا الليثيوم عندي هنا وهنا. قال لك استنى بس بالراحه. طب ما انت عايز كمان تشوف الاجابه بتاعت انهي سؤال؟ more reactive metal with water. more reactive metal with water كل ما الحجم زاد كل ما الرياكتيفيتي زادت، فهقول مين؟ البوتاسيوم. طيب يبقى انا عايز اجابه فيها بوتاسيوم على يميني وعايز اجابه فيها الليثيوم على شمالي، فالاجابه يا دكاتره هتبقى مين؟ 1 بي. هختار كده 1 metals، يبقى انا عرفت ان الليثيوم في الميتالز with higher melting point والبوتاسيوم في الراجل اللي هيبقى ميتال with مين؟ with water. تعال نشوف مين اللي بعده. طيب شوف السؤال اللي بعده، بيقول لحضرتك ايه؟ the following represent the section in the periodic table. عندك هنا ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. حلو، انا كده عرفت معايا 4 periods. حلو جدا. معايا الواي قبل ما نشوف الاسئله والزد في نفس البيريود، ومعايا الدبليو ومعايا الاكس في نفس الايه؟ نفس البيريود. طيب تعال نشوف، بيقول لك which of the following represents the correct electron configuration for the mentioned element. بيقول لك ان دبليو يبقى 281 على فكره. انا شايف ان دبليو تبقى 2 و8 و1، ده كلام حلو قوي. قال لك خد بالك element x يبقى 2 4. فين element x اهو؟ طب وهي دي 4؟ لا دي 1 2 3 4 5، ده يبقى لازم يبقى 2 5، يبقى دي غلط خالص. قال لك element y يبقى 282. طب ما ده حلو قوي برضه، ليه؟ بص هنا ده 282. مستر في حاجه عايز اقول لك عليها. ايه؟ الدبليو هيبقى عنده 1 الكترون، بس يا مستر ده بيريود نمبر 2 فيبقى عنده 2 انرجي ليفل بس، وده يا مستر مكتوب 281 يعني 3 انرجي ليفل، يبقى الاجابه دي ما تنفعنيش. لكن واي يا مستر ده بيريود نمبر 3 يبقى انا فعلا هلاقي عنده 3 انرجي ليفل، وبما انه ده تاني جروب هلاقي عنده 2 الكترون، فالاجابه بتاعتي هتكون مين؟ هتكون سي. هنشرحها تاني. طب اقول الزد 2 8 هو 2 هو 8 الاوتر فيه 8 بس مش 2 يا مستر و8. ليه؟ ده مستر بيريود 3 يعني هيبقى عنده 3 انرجي ليفل، فدي ما تنفعش. نقول تاني الجدول ده الراجل ده نصب عليك في بيريود واحده. ازاي يعني؟ شايف الدبليو دي المفروض يبقى فيها هنا في الهيدروجين وهنا يبقى في الهيليوم، فالدبليو ده بيريود 2. يعني ايه بيريود 2؟ يعني ده تاني انرجي ليفل. بما ان ده تاني انرجي ليفل يبقى اذا انت عندك 2 انرجي ليفل. الواي ده تالت انرجي ليفل، فاللي فهمني
1 هو الجروب صح، 2 ده الجروب صح، بس هي الفكره في عدد الانرجي ليفل. يبقى الاجابه هتكون مين؟ سي. تعال نشوف مين 3. قال لك the following figure illustrate some groups of the periodic table. ماشي. which of the following is correct about element in this group. ماشي، تعال نفهم كده الدنيا ماشيه ازاي. قال لك ايه؟ جروب A monovalent non metal. بص يا حبيبي، هي monovalent بس metal. ليه metal؟ لان الاوتر فيه 1، فده كده ايه؟ غلط. their atomic بيقول لك بيها their atomic radius decrease with increasing the atomic number. لا، انا مجرد ما هنزل تحت الاتوميك راديوس بيزيد، فدي ما تنفعش. قال لك the physical state of its element are not the same. في مين ده؟ ده هنا. ليه؟ بص يا حبيبي، ده فلورين، كلورين، برومين، ايودين، وفي راجل جميل اسمه استاتين. الفلورين ده جاز، خدوا بالكم بقى، ماشي، والبرومين ده ليكويد. فانت بابا عندك هنا الراجل ده مختلف جدا، ماشي. الايودين ده بيبقى سوليد، فانا عايز اقول لك بس الكلورين جاز، فلورين، كلورين، برومين، ايودين، استاتين، كل واحد ليه فيزيكال ستيت مختلف. فالاجابه هتكون مين؟ سي، وانا ضميري زي الفل. قال لك دي تبقى اوكتا فيلنت نون ميتال. اولا دي ده نوبل جاز، فيبقى الاجابه دي اصلا ايه؟ غلط، فما تنفعش خالص. تعال نشوف مين اللي بعده. 3 cubes of material 1 و2 و3 at room temperature and the following table show their melting and boiling point. ماشي. melting point 16. تعال بس نبص كده على السؤال كله كده، ماشي. السؤال ده حلو قوي على فكره، ها، السؤال ده حلو جدا جدا جدا. قال لك ايه الميلتنج بوينت بتاع ماتيريال 1 اللي هي دي؟ مالها؟ الميلتنج بوينت 16، ماشي، والبويلنج بوينت 117. ماشي يا عم. قال لك لكن خد بالك ماتيريال 2 مالها؟ قال لك ماتيريال 2 دي الميلتنج 3 والبويلنج 50. قشطه. هنا الماتيريال دي الميلتنج 60 والبويلنج مالها 220. تعال نشرح كده مع بعض. قال لك after rising the temperature of the 3 cubes x temperature. هم مش، ما اقولكش وصلنا درجه الحراره كام. their physical state become as follow. 1 تحول لايه؟ لليكويد. يعني ايه بقى تحول لليكويد؟ يعني ساح، حصل له ميلت. يعني اذا احنا كده وصلنا لحد 117. 2 تحول الى جاز، ماشي. 3 زي ما هو لسه سوليد. خدت بالك من الشرح؟ تاني كده، تاني، سيبك من الارقام دي عشان ما تدوخكش، ماشي. خلينا نفهم بالراحه. هنا انا قلت ايه؟ بص كده، ثواني، ارجع. بص يا حبيبي، بص هنا مدي لك ايه؟ وات از ذا temperature اوف اكس. هو مش عارف هو رفع درجه الحراره لكام، لكن احنا ممكن نستنتجها. اقول لك ازاي. افتح كده بس معايا الصفحه، خلاص، عشان هنا لو جايه لك الصوره مش واضحه. السؤال ده حلو قوي ليه؟ شارح لك كذا، يعني هيشرح لك كذا حاجه جواه. بص، هو بيقول لك ان ال1 اتحول لنقط كده، فهو بقى ليكويد، يعني حصل له ميلت. 2 واضح ان هو مختفي خالص، فده كده ايه؟ جاز. لكن 3 فضل مين؟ سوليد. يعني ايه فضل سوليد؟ فضل سوليد يعني هو مسحش. يعني ايه؟ يعني هو قال لك خد بالك من حاجه هنا. الراجل ده يسيح لو وصلنا ل 16، والراجل ده يسيح لو وصلنا ل 13، والراجل ده يسيح لو وصلنا لكام؟ ل 60. معنى ان الراجل ده فضل سوليد زي ما هو ان احنا لسه ما وصلناش لكام؟ ل 60. تقول لي طيب ما يمكن يا مستر وصلنا ل 15. اقول لك لا. عارف ليه؟ لو 15 كان ده يفضل زي ما هو سوليد، فدي لا. 45 يا مستر، تعال نفهم احنا ليه بنختار الاجابه. 45 يا مستر، انت عارف 45 دي كانت عملت ايه؟ بص كده معايا، ها. وعندي هنا 55 وعندي هنا 75. طيب خلينا نقول انا لو وصلت ل 75 دي ما كانتش تفضل كده، دي كانت هتحصل لها ايه؟ كانت هتسيح. فيبقى دي ما تنفعش. انا كده معايا اجابتين، يا بي يا سي. السؤال ده بقول لك حلو لان مليان تفاصيل. تمام. طيب اختار ايه يا مستر؟ بي على فكره تنفع وسي تنفع، بس في حاجه هتفهمني اختار بي ولا اختار مين؟ سي. تعال نمبر، يعني دلوقتي بيقول لك مثلا تعال نفكر مثلا ان احنا نختار ايه؟ بي، ونشوف تنفع ولا لا. بي بيقول لك اختار 45. ماشي. بص يا حبيبي، اول واحده ماتيريال ايه؟ قال لك بص، انت لو عديت وصلت لحد 45 عادي، انا هفضل ليكويد. ماشي. المشكله عندي في ايه بقى؟ ان انا لازم اكون عديت ال 45. ليه؟ الراجل ده لو وصل ل 45، يعني الراجل ده لو وصل ل 45 هيفضل ليكويد. هو عند عند ال 50 بيبقى غاز. تقول لي مستر انت عرفت ازاي انه غاز؟ ما هو جايب لك المكان فاضي، فواضح ان المكان ده فيه غاز. فهنا في جاز يعني انت عملت عمليه بويلنج، يعني انت وصلته اكتر من
50. فاذا دي مش تنفع، فاختار مين؟ سي. السؤال ده حلو قوي وبجد عايز طالب فايق قوي 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 قوي. طيب نمبر 5، two element x و y if element x is in period 2. استنى عشان بس نفهم واحده واحده. period 2 يعني 2 energy level. بما اني فتحت الانرجي ليفل ده انا كده كي و ال، بما اني فتحت ال يبقى اكيد ده فيه 2. قال لك ايه؟ and the number of proton in the nucleus of element exceeds that in the nucleus of element x by 5. هنلعب فوازير بقى، خد بالك. يبقى انا عندي 2 element x و y. element x in period 2. تمام تمام. and the number of proton in the nucleus of element مين؟ y. انا دلوقتي بتكلم على y. ده x. قال لك خد بالك element y عنده عدد بروتون، يعني كان عدد الكترون in the nucleus of element x خلاص by 5. يعني الواي ده عنده عدد الكترون اكتر من x بكام؟ ب 5. تمام تمام. which of the following is correct؟ قال لك element x و y are definitely in the same period. ماشي، هنفكر بشويش. in the same period ماشي. انت دلوقتي بتقول لي period 2. ماشي، انت بتقول لي definitely يعني انت متاكد ان هو في نفس البيريود. بص، هي period 2 فيها مشكله، عارف ايه هي؟ هي فيها الليثيوم وفيها البريليوم وفيها البورون وفيها الكربون وفيها النيتروجين وفيها الاكسجين وفيها الفلورين، وفيها كمان عندك مين بعد الهيليوم؟ عندك تحتيك في مين؟ النيون. فانا عندي كل دول، فممكن اشك في دي ان اكس وواي ار ديفنتلي ان ذا سيم. بس هي كلمه ديفنتلي دي اللي محيراني شويه، فهكمل قرايه. قال لك ايه؟ the number of electron in the energy level k of both element x و y are equal. ايه ده؟ ليه عرفت منين يعني؟ بص يا حبيبي، ما هو انا معنى ان انا طلعت ال ان انا قافل مين؟ الكي. فكده سواء ده او ده، بما انهم قال لك ايه element x و y، هو خلاص انا ما عنديش مشكله. احنا كده ايه؟ احنا الاثنين عندنا 2 الكترون. انا واثق ان x و y عندهم في الكي 2 الكترون. ليه؟ ما هو انت بتقول لي اكتر مني بخمسه. اكتر مني بخمسه يعني انت عندك اكتر من 2 الكترون، يعني انت كده كده مالي الايه؟ الكي. طب انا ممكن اشك في دي. قال لك the number of electron in the last energy level of element y definitely exceeds that in element x by 5. اشمعنى يعني؟ مش عارف يعني جبت منين التأكيد ان number of electron in the last energy level of element y definitely exceeds that in element x by مين؟ by 5. قال لك بقى ايه؟ the number of nucleons in the nucleus of element y exceeds that in the nucleus of the element x by مين؟ by 5. فاذا انت عندك هنا كذا ايه تفكير. احنا عندنا 2 element x و y. if element x in period 2 of the periodic table and the number of proton in the nucleus of element y exceeds that in the nucleus of element x by كام؟ by 5. يبقى مين الصح؟ انا شايف ان كل دول ما يدونيش ارقام تاكيديه، كل دول انا ما اضمنهمش، كل دول ما اكونش عارف في كلمه definitely دي هي اللي مشككاني في الموضوع. لكن اللي انا واثق فيه ان عدد الالكترون في الكي سواء في الاكس او في الواي هيكونوا مين؟ ايكوال. فالاجابه دي نموذجيه. في اجابات تانية ممكن تشك فيها ان هي تبقى صح، بس دي اصح واحده فيهم، فاختار مين؟ بي. لان اكيد بما انك مديت ايدك على الانرجي ليفل اللي بعده يبقى اكيد اللي قبله اتقفل. قال لك طيب table which element are arranged in ascending order atomic mass. اسم الجدول ايه؟ هيكون اسمه مندليف periodic table. طيب first true periodic table هو نفس الكلام. الراجل ده اعظم واحد بدأ الكلام. تقول لي مستر ده مليان اخطاء وتجوم ناس عدلت عليه. البدايه يا شباب بتبقى اصعب من اي حاجه. periodic table انت بس بتبدا وبعد كده احنا بنبتدي نفهم ونعدل براحتنا. تعال نشوف مين ايه اللي بعده. قال لك a table in which the element arranged in ascending order atomic number. يبقى ده كده بنتكلم على مين؟ موزلي. تقول لي يا مستر طب ما اقول كمان البريودك غلط. تقول لي ليه؟ اقول لك حبيبي بص، موزلي اعتمد اعتمادا كلي على الاتوميك نمبر ودي كانت اهم نقطه عنده. لكن المودرن اعتمد الجمله دي method of filling the energy sub level with electron. تقول لي ما هو اعتمد على الاتوميك نمبر. اقول لك ما هما الاثنين اعتمدوا على الاتوميك نمبر، لكن ايه اللي كان بيميز المودرن؟ الواي اوف فيلينج ذا انرجي سب ليفل ويز الكترون. يبقى ده المودرن بريودك مين؟ تيبل. طيب شوف اللي بعده. هوريزونتال رو. هوريزونتال يعني حاجه ماشيه شمال ويمين، يبقى ده كده ايه؟ بيريود. فيرتيكال يبقى ده كده بنتكلم على مين يا دكاتره؟ على الجروب. حلو قوي قوي، كلام حلو خالص. ميتال which are located at the far left of site. ميتالز كده هلاقيها مين؟ على الجنب خالص. يبقى دول ليهم اسم حلو قوي مميزين اسمهم الالكالي ميتالز. دول الكالي ميتالز. حلو قوي. elements of group 7A in modern periodic table ليهم اسم اسمهم الهالوجنز. تمام. block to which halogens belong. البلوك ده يبقى اسمه ايه؟ اللي على شمالك كان اس واللي على يمينك يبقى اسمه مين؟ p block. طيب element whose electronic configuration 5 و 6 و 7 or 7 electrons. مين الاليمنت اللي هنلاقي عندهم 5 و6 و7 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل؟ دي حاجه اسمها مين؟ non metals.
النون ميتالز يا شباب هم اللي عندهم 5 و6 و7. امال مين اللي عنده 1 و2 و3 بيبقوا مين؟ الميتالز. طيب element in B block that can't be identified slowly، يعني ايه؟ ما نقدرش نعرفهم بالالكترونز. يعني ايه ما نقدرش نعرفهم؟ يعني 1 2 3 ميتالز، 5 6 7 نون ميتال. في بقى element بتلاقي عندهم 3 و4 و5 و6، ما نعرفش دول element عامله ازاي، ما نعرفش نعرفهم بالالكترونيك كونفيجريشن. ليه؟ لان عندهم صفات ده وده، اسمهم مين؟ اسمهم ميتالويد. فمين الميتالويدز دي؟ element عندها بعض صفات الميتالز وبعض صفات النون ميتالز. طيب قال لك ايه؟ the electron founds the outermost energy level. الالكترون اللي في الاخر دول بنسميهم الاوتر موست انرجي ليفل، او الالكترونز ان ذا اوتر موست انرجي ليفل. دول ايه؟ بنسميهم الفالنس الكترون. يعني ايه الفالنس الكترون؟ يعني دول اللي بنعرف بيهم الاوتر موست انرجي ليفل فيهم ايه. عنده 1 يبقى مونوفالنت، عنده 2 يبقى دايفالنت، وهكذا. بيعرفني الفالنس بتاعته. dot representation of valence electron around the symbol of element. مين اللي علمنا نعمل الدوتس ديت؟ ده كان واحد اسمه لويس، فعملنا على حاجه اسمها على اسمه، اسمها لويس ستراكشر. طيب شوف اللي بعده. number of unpaired electron لويس structure on an element. اسمها ايه؟ الاليمنت فالنسي. يعني برضو لويس ليه طريقه ان هو يعرف بيها الفالنسي، عن طريق ان الالكترونز اللي ما بتبقاش تبقى unpaired، ما بيكونش معاها الكترون تاني. طيب scientist who arrange the element in his table in ascending order atomic mass. atomic mass دي بتعرفني على طول ان هو بيكلمنا على مين؟ ساينتست مندليف. وهنا بيسأل على الساينتست، فمش هقول له مندليف بريدكت تيبل، هقول ايه؟ مندليف. طيب ساينتست مين ده؟ اللي بيعمل النيوكليس، قال ان جوه النيوكليس في حاجه بوزيتيف سماها بروتون. ده الراجل الجميل قوي اللي مكمل معانا من ليسون 1 ل 2، راذرفورد. طيب ساينتست هو اد زيرو جروب. مين اللي حط الزيرو جروب كده على جنبه وريحنا؟ واحد جميل اسمه موزلي. اونلي ليكويد ميتال، ده مين ده؟ برومين، مفيش غيره. النون ميتال الوحيد اللي ليكويد برومين. والنون ميتال الوحيد، انا اسف انا كتبت اجابه في مكان غلط، ان انا نطقت السؤال اللي تحتيه، ركزوا معايا يا شباب عشان انا نطقت السؤال ده مكان ده. اونلي ليكويد ميتال ده ميركوري. اونلي ليكويد نون ميتال ده مين؟ ده البرومين. خد بالك احنا ما عندناش غير الاثنين دول ليكويد، ميركوري الوحيد اللي ليكويد ميتال، برومين الوحيد النون ميتال. element located between lithium وبوتاسيوم in the alkali metals. ايه الكلام ده بقى؟ مش عارف. قال لك هنا ايه؟ في ليثيوم تحتيه صوديوم تحتيه بوتاسيوم، فبيقول لك ايه؟ مين اللي ما بين الليثيوم والبوتاسيوم؟ اكيد مين؟ صوديوم. انت شاطر قوي. اونلي ميتالويد في ثيرد بيريود، ده راجل جميل قوي مشهور قوي اسمه السيليكون. السيليكون ده مشهور جدا جدا جدا. An element its electrons are distributed in 3 energy level and its last energy level is completely filled with electron. استنى بقى. element موجود في الثيرد في 3 energy level، ماشي. وخد بالك اوتر موست انرجي ليفل مليان على اخره. ده واحد من نوبل جاز يعني، بس هو بيسال على الاليمنت، يعني مالكش اليمنتس فاقول لهم نوبل جاز. هو بيقول لك مين اسمه ايه؟ فده بيكون اسمه ايه يا دكاتره؟ ارجون. ده بيبقى عنده كام الكترون؟ بيبقى عنده 18. طيب شوف اللي بعده. an alkali metal located in period 2، ده واحد اسمه مين؟ الليثيوم. تعال نشوف ايه اللي بعده. اسئله حلوه جدا، عايزه حد شاطر جدا زي حضرتك. طيب scientists who proposed a simplified method to represent the number of valence electron. مين اللي عمل لنا بقى وجهه نظره في الكلام ده؟ ده الساينتست لويس. طيب نوبل جاز خلاص عنده 2 امبيرد الكترون الوحيد. ليه؟ بص الراجل ده غريب جدا. الهيليوم ده يا شباب 2 4، فلما تيجي توزعه بتعمل كده وكده بس، خلاص صح كده؟ حلو. يبقى هنا the noble gas whose Lewis structure included 2 ampered electron هيكون مين؟ هيليوم. تمام. تعال نشوف اللي بعده. الراجل اللي بعده قال لك مين يا شباب؟ قال لك حضرتك الكالي ميتال هاز ذا سمولست اتوميك، يبقى اول واحد يبقى هيكون مين؟ ليثيوم. ده اول ميتال بيقابلنا في الجدول. most chemically active element in group 7A بيكون مين؟ فلورين. تمام. Mosley table each element exceeds the preceding element in the table. ده هنا بيقول لك ايه بقى؟ in Mosley كل واحد ماشي بيرسيد التاني بايه؟ انا ممكن اختار الكترون بس ما لقيتهاش فاختار مين؟ بروتون. هي alkali earth metal are located in right ولا left؟ لا ده على الشمال يا فندم، 1A و 2A، وبعد كده بقيه الجروبس بتبقى على ايدك اليمين. طيب the number of p block element in each period of the periodic table except the first period is a. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا حبيبي، انا عندي هنا هيدروجين، عندي هناك هيليوم، خلاص يبقى ده كده اول بيريود مالها فيها 2، عشان كده هو قال لك اكسبت بيريود نمبر 1. لكن لما اجي هنا بقى هلاقي ليثيوم، بريليوم، بورون، كربون، نيتروجين، اكسجين، فلورين، وتحت الراجل ده فيه مين؟ نيون. فلاقي 1 2 3 4 5 6 7 8. خدت بالك؟ طب ايه؟ ليتل بيري براون كرانك ناتس اون فرايداي. تمام؟ يبقى ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ قال لك the number of p block element in each period of the periodic table
كل مره هروح للبريودك تيبل هلاقي البي فيه كام اليمنت، دول خلاص موجودين هنا على الاس، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6، يبقى هلاقي كام اليمنت موجود على ايدك اليمين؟ 6. هو اول بيريود بس بيبقى فيه 2، في هنا واحد يمين وواحد شمال. طيب the نقط block contain most types of element. مين البلوك اللي هيبقى فيه معظم الاليمنتس؟ هل الاس؟ لا، الاس ما عندوش غير الميتالز، عنده واحده هيدروجين كده نون ميتال، بس الباقي كله مين؟ اليمنتس ميتالز. طيب اروح لمين؟ للدي، دي في حاجه اسمها ترانزيشن. الاف في حاجه اسمها لانسلايد اكتينايت. فهلاقي مين؟ هلاقي حاجه جميله قوي اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي البي. هلاقي بقى فيها النون ميتال، وهلاقي فيها ميتال، وهلاقي فيها ميتالويد، وهلاقي فيها حاجات كتيره قوي. طيب شوف مين اللي بعده. ذا زيرو جروب ان ذا موديل بريودك تيبل بيلونج تو، هلاقيه على ايدي اليمين، فبي ده هيبقى مين؟ بي بلوك. شوف اللي بعده. نمبر 6 ذا زيرو جروب انكلود مين؟ الزيرو جروب مخصوصه للنوبل جاز او ساعات بنسميها الانرت جاز. طيب among non metal element مين؟ المغنيسيوم ده ميتال، الصوديوم ميتال، سترانشيوم وبرومين. بص بقى، انا يا مستر جالي الاسترانشيوم ده وانا على الله حكايتي. باشا انت واثق ان البرومين ده الوحيد الليكويد نون ميتال، صح؟ يبقى خلاص ده انت عارف ان مين البرومين. مين از سوليد هالوجين؟ الفلورين ولا الكلورين ولا البرومين ولا الايودين؟ اوعى تنسى الايودين، والايودين ده اصلا دايب في البحر فبيدوب في البحر، ده حاجه سوليد، ده الايودين، ملح الايودين يا شباب. ريحه البحر بقى بيقول لك ريحه اليود، ده الايودين اللي دايب في البحر. نمبر 9 the opposite figure show a section in the periodic table which of the following is correct. ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ ماشي. الالومنيوم ميتال، انا معاك. السيليكون نون ميتال، لا مش هكمل تفكير. صح كده؟ صح كده. ليه يعني يا مستر؟ ما تكمل تفكير. انت عارف ان السيليكون ده مين يا دكتور؟ انت عارف ان السيليكون ده ميتالويد، يبقى دي ما تنفعش. البي نون ميتال، ماشي. انا ممكن يعني ايه، مش عارف البي ده فوسفورس، فاكره؟ ده في 14، يبقى ده في 15، يبقى 285. حلو قوي. الكريبتون هيبقى ميتالويد؟ لا طبعا ده مش تبعنا يا شباب، يبقى الاجابه دي غلط. قال لك الجي اي ماله يا فندم؟ قال لك ده ميتال، تحت الالومنيوم، ماشي هيبقى ده ايه؟ ميتال. انا معاك، الدنيا رايقه في الحته دي، ده تمام. قال لك الجي اي هيبقى ميتالويد، احنا عارفين ده مين ميتالويد، واختار لك ميتالويد كده ايه مستخبي ابن اللذين. طيب الاي اس ده هيبقى ميتال تحت الفوسفورس؟ لا. والسلفر هيبقى نون ميتال، فانت الاجابه بتاعتك الوحيده اللي عندك 2 صح، هي الاجابه مين؟ سي. طيب نشوف مين اللي بعده. طيب خليني بس ايه نشوف كده ثواني، احنا كنا في نمبر كام؟ نمبر 10 احنا جرينا منه. نمبر 10، يبقى انا عرفت نمبر 9 سي. نمبر 10 the fourth period contain element from the block A. قال لك اس اند بي، اس ودي اند بي، اس واف وبي، اس وبي ودي واف. ايه رايك في الكلام الغريب ده؟ طيب اس وبي لا، اشمعنى؟ بص يا حبيبي، انا عندي اول واحد هيدروجين، هنا مين؟ هيليوم. طيب تاني واحد عندك هنا ليثيوم، بريليوم، صح؟ ليتل بيري براون كراك ناتس اون فرايداي. وبعدين هنا الاقي واحد نوبل جاز، حلو قوي. وبعدين هنزل هنا، خد بالك بقى، هنزل هنا الاقي ايه؟ الصوديوم ولا المغنيسيوم ولا الالومنيوم ولا السيليكون ولا الفوسفورس ولا السلفر، خد بالك. وبعدين الاقي الكلورين ولا هنا مين؟ الارجون. لكن من اول البوتاسيوم والكالسيوم بخش على الترانزيشن. فالاليمنت من اول بيريود 4، ادي 1 2 3 4، من اول بيريود 4 ببتدي الاقي الاس والبي والدي. خد بالك من الحته دي. الاف لا، الاف ده بيظهر من عند، تنزل تحت بقى، تحت خالص. طيب الاليمنت اوف دي بلوك ار نون از، ايوه في ترانزيشن، في ترانزيشن، يبقى اجابتك مين؟ ترانزيشن. حلو قوي. نمبر مين؟ 12 the element whose energy level M contain 2 electrons located in. طيب تعال نشوف كده براحتك. كي ال ام بيقول لك هنا في 2، يبقى هنا في 8، يبقى هنا في 2. قبل ما انا ادور، مش انا معايا 3 انرجي ليفل، يبقى بيريود 2. عندك 2 هنا، يبقى جروب 2A. دور. سكند بيريود ماشي، جروب 3A لا. سكند بيريود ماشي، جروب 4A لا. ثيرد بيريود، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، ايه الكلام ده يا جدعان؟ بيقول لك هنا كونتين 2 الكترون كده انزيمول كده. قال لك هنا ايه؟ ثيرد بيريود، جروب 2A، يبقى الاجابه عندك هتكون مين؟ هتكون بي. يبقى انا كده فاهم اختار ايه. فورث بيريود لا، لان انا هختار ايه؟ معايا عندي 3 انرجي. جروب 2A يا للاسف كانت بس البيريود ده اللي بوظها لنا. طيب which of the following pair of element، الاثنين يكونوا صح، عندهم نفس البيريود، يعني ايه؟ عندهم نفس عدد الانرجي ليفل. تعال نبص. نيون 28، الارجون 288، ما ينفعوش لان انا عايز نفس عدد الانرجي ليفل. حلو ده. هات الكلورين 287، يا مستر ايه يا مستر؟ الصوديوم 281، حلو قوي. الليثيوم ماله 21، الهيليوم 2 بس. النيون 28، لكن الصوديوم 281، يبقى ده هنا مش هينفع، ده 3 انرجي ليفل. ده هنا 1 و2 ما ينفعش. بص ده بقى الكلورين ده جميل قوي. ليه الكلورين جميل؟ لان الكلورين 3 والصوديوم هو كمان 3، فالاجابه بتاعتك اخترناها مين؟ بي، وانت فاهم. The atomic number of the inert gas which is located in second period.
از ايه؟ اتوميك نمبر بتاع انرت جاز موجود في السكند بيريود. مش عارف، تعال نجرب. هنا ده خلصت ال2 ده الهيليوم باظ، انا عايز سكند بيريود يعني 2 انرجي ليفل. هات ال 18 288 مستر ده ما ينفعش، ده 3 انرجي ليفل يبقى ثيرد بيريود. هات ال 8 26 مستر ده اصلا مش نوبل جاز لان ده عنده 6 في الاوتر. امال مين؟ ال 10 ليه 2 و8 فده السكند بيريود والاوتر موست انرجي ليفل مليان، يبقى الراجل ده فعلا كلامه صح. الكالي ميتال is located in second period. its atomic number is كام؟ الكالي ميتال موجود في السكند بيريود. طب استنى، هعمل كده سكند بيريود يعني 2 ادي كي وادي مين؟ وادي ال، صح كده؟ صح كده. طيب وبيقول لك الكالي ميتال يعني هنا في 1 يبقى هنا في ايه 2 يبقى الراجل ده عنده كام؟ عنده 3. ادي سهله اهي. شوف اللي بعده. if the last energy level of halogen atom is L. طب استنى بس عشان احنا بننسى بس K و L صح؟ حلو. وقال لك هالوجين يعني هنا في كام؟ 7 يبقى اكيد في قبليه كام؟ يبقى 2 يبقى هنا عدده كام؟ 9. ايه ده سهل قوي. 9. نخش على اللي بعده. ثواني يا دكاتره. an element is located in period 3 1 2 3 يبقى هنا 2 8 ما اعرفش ده فيه كام. قال لك جروب 3 ايه؟ عرفت فيه كام. خلاص يبقى كده عنده كام بروتون؟ خد بالك بقى احنا نفكر. عندي كام بروتون؟ 13 لان هو عدد الالكترون برضه 13. قال لك بس عندك عدد النيوترون كام؟ 14. عارف ده الماس نمبر معناه كام؟ 27. يبقى هنا بيقول لك يبقى الماس نمبر كام؟ 27. سهله قوي وحلوه قوي قوي قوي. Lewis structure include 2 unpaired electron in the atom of مين؟ طيب تعال نجرب كده مع بعض نشوف الموضوع ده. لو انا مثلا خدت كده السلفر ده بيبقى 2 و8 و6 وزع ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6. عندي كام واحده امبير؟ 2. هو بيدور على كام واحده امبير؟ 2. شكرا خلصت. تقول لي مثلا انت كنت عارف الاجابه، صدقني اخترتها معاك كده بس تعال نجرب حاجه كمان. هات النيتروجين يا عم ابو 7 هنا 2 5 وزع ال5 احط النيتروجين 1 2 3 4 صح؟ وحط هنا ايه 5 ادي عندي كام واحده امبير؟ 3 يبقى ما تنفعش. طيب تعال نشوف اللي بعده. which is the following present lowest structure for nitrogen. ايه ده؟ احنا رسمنا النيتروجين يا عم بالصدفه اهو. هل دي؟ لا، انا لازم يبقى عندي 5 في الاخر. 1 2 3 4 5. حلو ده 1 2 3 4 5 ما ينفعش. 1 2 3 يا راجل ما ينفعش. يبقى اكيد الاجابه هتكون مين يا دكتور؟ هنا الاجابه هتكون بي. طيب حلو قوي. which is the following pair of element are monovalent. الاثنين يكونوا مونو. طيب تعال نشوف مثلا مع بعض النيتروجين 2 5 باظت 2 8 5 يا نهار ابيض ده كده مش مونو. ده بص كده ده 281 الله ده مونو. ده 285 باظت. طيب تعال نشوف النيتروجين 2 5 باظت ده 2 و7 باظت. تعال نشوف ده الايه ده ابو 20 ده طبعا هو اللي باقي لك فانت اخترته. لا انا هختاره بقى ايه بعد ما اشرحه تاني. يعني بص كده تعال نفضل لنا حته حلوه نقعد نشرح مع بعضينا. انا عندي الصوديوم 281 عنده 1 يبقى ده مونوفيلنت. عندي الفلورين خد بالك 27 عايز كام عشان يشبع؟ مليان على عشان يوصل لكده يبقى مليان على اخره 1 يبقى هو كمان ايه مونوفيلنت. يبقى الاجابه بتاعتي الصوديوم والفلورين. ايودين از مش هو موجود مع الهالوجين؟ يبقى اكيد مونوفيلنت. انت ولد شاطر جدا ودكتور. فالنسي اوف ارجون از يا باشا النوبل جاز ما عندهمش اي فالنسي. فيرست 4 element in group 4A 4A have the same. بص بقى خلينا نتفق على حاجه. انت هنا بتتكلم على ال 4A يبقى عنده نفس عدد الانرجي ليفل صح؟ عدد سوري اسف عدد الالكترونز اللي في اخر انرجي ليفل. ما هو بيتسمى الجروب على حسب عدد الالكترون يبقى النمبر اوف الكترونز اللي في اوتر موست انرجي ليفل. اتوميك ريديوس لا طبعا. نمبر اوف انرجي ليفل ده لو كان قال لي نفس البيريود لكن هو قال لك 4A يعني بيسال على كلمه جروب. ميلتنج بوينت وبويلنج بوينت لا ما عندناش الكلام ده. طب شوف اللي بعده. The element has the smallest atomic radius of the following مين اصغر واحد في الاتوميك ريديوس؟ بص الاتوميك ريديوس ده غريب جدا. الفلورين ده معروف انه اصغر واحد في كل الاليمنت. طيب شوف اللي بعده. قال لك هنا مين the element which has the largest atomic radius in the same vertical group وانا نازل في الجروب. يبقى انا كده بتكلم في نفس الايه نفس الجروب. حلو. the element which has the largest atomic radius in the same vertical group تمام. the one with ايه بقى؟ يبقى انا دلوقتي ركز معايا قوي. انا نازل في الجروب صح؟ زي element has the largest atomic radius. انا عايز واحد يكون حجم الراديوس بتاعه كبير يبقى اكيد هيكون اكتر واحد عنده الكترونز حواليه. تعال نفهم بس. بيقول لك ايه least number of neutrons. ايه علاقه الكلام ده؟ least number of proton لا طبعا ده لو عنده اقل عدد بروتون يبقى اقل عدد الكترون يبقى هيبقى فوق خالص. لا least number of nucleons ايه العلاقه؟ لكن هيبقى عنده largest number of electrons revolve around the nucleus. هيكون عنده رقم كبير من الالكترونز فهنلاقيه عنده انرجي ليفل كتير فيبقى حجمه كبير. يبقى الاجابه عندي كده عرفتها مين في 25 دي. 26 what is the change which happen in the alkali metal as atomic number increase. ماشي ايه اللي بيحصل لما الاتوميك نمبر بيزيد؟ ركز معايا قوي. انا دلوقتي بتكلم على مين؟ على الالكالي ميتال. الالكالي ميتال يا شباب
لما هنزل لتحت الاتوميك سايز بيزيد فالميلتنج بوينت بيقل. الاجابه هنا نموذجيه، ودي من الحاجات اللي انت ذاكرتها وحفظتها. اللي قال كلمتها الاتوميك نمبر هيزيد فالاتوميك سايز هيزيد فالميلتنج بوينت مالها بتقل. which of the following describes the element x 3 و 7. تعال نوزع بس الاول. هنا الاكس ب 3 يعني تيجي توزعه تلاقيه 2 1 تمام. 7 انت عارف انت معاك ايه؟ بروتون 3 الكترون 3 عندك نيوترون كام؟ بعمل 7 ماينس 3 ايكوال كام؟ 4. انا كده جاهز اجاوب اي حاجه. قال لك اتس نيوكليس كونتين 4 بروتون غلط. اتس gaseous element at room temperature ماشي خلينا دلوقتي نفكر فيها. اتس located in group 3A لا دي ما تنفعش خالص. قال لك اتس located in second period in the periodic periodic table دي ممتازه جدا 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 فالاجابه هتكون مين؟ دي. شكرا ليك. هي موجوده في second period مش ده period 2 group 1A خلصت. شوف اللي بعده. The vertical group in the modern periodic table includes the most active metal. مين اللي هلاقي فيه معظم الاكتيف ميتال؟ الالكالي ميتال. ده الراجل ده بيقول لك كل حاجه يعني هو ناقص يفهم يشاور لك على الاجابه. The atomic number of most active halogen اكتر هالوجين هلاقيه اكتيف هيكون مين؟ ال9 ده اللي بيبقى مور اكتيف. طيب choose from the column B and C what suit with their column A. ماشي يا عم نختار كده. انا دلوقتي عايز اعرف مثلا نمبر 1 اللي هو الاس هل هو في الميدل؟ لا. هل هو في الليفت؟ يبقى 1 هتاخد 2. حلو قوي مركزين بقى. وبعدين هكمل in the left table وبعدين هلاقيه consist of two vertical group يبقى اذا ده لايق مع ده لايق مع ده. تعال نغير اللون. ماشي ماشي. شوف اللي بعده. B in the middle ولا هنلاقي B ده خدوا بالكم ها ولا هنلاقي B ده فين؟ يبقى هنا B هلاقيها at the right صح؟ يبقى هنا 2 تاخد مين؟ تاخد 4. طيب it include transition لا يا مستر لكن فيها الزيرو يبقى دي هتيجي هنا. حلو قوي. تعال نغير اللون. شوف ده قال لك دي هنا اللي هو نمبر 3 ياخد موجود في النص موجود في النص يا مستر ده موجود في النص. حلو قوي. ان ذا ميدل. طب وبعد ما جه في الميدل قال لك انكلود ترانزيشن يا باشا ده جميل قوي 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 وخلى عنينا حتى ما تزغللش. شكرا ليك. طيب شوف اللي بعده. مين از لوكيتد ان بيريود 1 جروب 3A. ماشي بيريود 1 جروب 3A. تعال نشوف بس كده الاول نغير لها لون نجيب لون حلو. قال لك ايه؟ النيتروجين هنا هنشوف نمبر 1 نيتروجين نيجي نوزعه 2 و5 وزع اللي بعده 2 8 2 وزع اللي بعده 2 و1 وزع اللي بعده 2 كام 7. انا كده جاهز. يعني ايه؟ الراجل ده هلاقيه في بيريود 2 ده هلاقيه في بيريود 3 ده هلاقيه في بيريود 2 ده هلاقيه في بيريود 2. حلو قوي. خليك فاكر كل واحد اتكلمنا عليه ازاي. طيب هنا ده بيريود 2 لكن هنا ده بيريود 3 ماشي. ده هنا بيريود 2 ده هنا بيريود ايه 2. نبتدي نشتغل مع بعض. هنا بيقول لك ايه؟ نيتروجين لوكيتد ان بيريود 1 لا. بيريود 3 لا. استنى ماشي. بيريود 2 جروب 1 ايه لا. بيريود 2 جروب 5 ايه فهلاقي 1 يروح لفين؟ ل 4. ده حب قوي 1 راح ل 4. حلو قوي. بما انه راح ل 4 هيبقى تراي فالنت لان عنده 5 فهيتملي لما ياخد 3 الكترون. انا كده خلصت من اول واحده. هنشوف اللي بعده. قال لك المغنيسيوم بيريود 2 لا. بيريود 3 وجروب 2 ايه اذا ده هينفع مع ده. فكده بالنسبه للنيتروجين اتظبط. تعالى بقى نشوف مين المغنيسيوم. المغنيسيوم بيقول لي 282 يبقى 3 ايه بيريود 2 بيريود 3 بس الجروب 2 ايه ادي بيريود 3 وجروب 2 ايه. تعال نبص كده ده بيريود 3 وجروب 2 ايه. حلو قوي. يبقى ده كده ايه ما يعني جالنا على الطبطاب الدنيا متظبطه معاه مفيش اي مشكله. طيب نشوف بقى اللي بعده. هقول ايه؟ هقول كده ان هو هالوجين. مغنيسيوم هالوجين لا. الكالاين ايرث ميتال ولا ليست اكتيف ميتال ولا لويس ستراكشر include 4 امبير. فتعال كده نفكر بشويش. هل هو هالوجين؟ لا. هل هو ترايفالنت اتحجزت يبقى هل هو الكالاين ايرث ميتال؟ هو الكالاين ايرث ميتال. يبقى كده ده مع ده مع ده. طيب تعال نشوف اللي بعده. الليثيوم. الليثيوم مثلا بيقول لك ايه 2 1 فانا عرفت ان هو ما عندوش غير بيريود 2 وعنده 1 في الاخر يبقى انا بدور على حاجه كده 3 وتروح ل 3 برضه. حلو. ليست اكتيف يا سلام دي مظبوطه قوي. ليست اكتيف الكالي ميتال ده جميل قوي 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 ما فيهوش اي مشكله. تعال نشوف اللي بعده. الفلورين. الفلورين لما تيجي توزعه تلاقيه 2 و7 فلما تيجي تشوف ال7 دي تتوزع ازاي؟ ادي اف ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6 ادي 7. بيقول لك عنده 4 لا يبقى ده مش تبعنا. يبقى انا كده مش ناقص لي غير مين؟ الهالوجين. يبقى الفلورين الاول هو كده 2 انرجي ليفل يبقى بيريود 2 جروب 7 ايه عشان عنده 7 يبقى ده هيروح لده ومن دي يطلع لمين؟ ل1 اللي هي مين؟ الهالوجين. كده احنا تمام وفهمنا جت منين. تعال نشوف مين اللي بعده. طيب اللي بعده بيقول لحضرتك an element of Mendeleev predictable were arranged according to انت خلاص atomic mass دي مش محتاجه.
او اتوميك ويت ماشي، او ماس نمبر، انت زي القمر. لكن موزلي اتوميك نمبر. تمام كده، تمام كده، انت زي القمر. طيب تعال نشوف مين ايه اللي بعده. بيقول لك ان the model predictable the element are classified according to the ascending order of atomic number and the way of filling the energy sub level with electron، مش energy level، sub level with electron. خد بالك من ديت عشان بننساها وبنكتبها energy level. the only liquid halogen هيكون البرومين، وال only liquid non metal على فكرة. while مين ومين are gaseous، يبقى عندك الفلورين والكلورين. حلو قوي زي القمر. بس ينفع تكتبها رموز؟ ينفع تكتبها رموز، انت يعني صغير اكتب بي ار واكتب الاف كابيتال واكتب السي ال كويس. the number of inert gas is عدد الانرت جاز كام؟ 6. مين هم؟ هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون. number of other non-metal gas، احنا عندنا كام non-metal gas؟ 5. طيب each period of the periodic table start with an metal، كلهم بيبدأوا بميتاليك element. لكن period number 1 لا، عشان بيبدأ بالهيدروجين، فبيبدأ بمين؟ بنون ميتاليك element. ده حلو قوي السؤال ده. the alkali metal belongs to، الالكالي ميتال بلاقيها على الشمال خالص، فيبقى اذا دي هلاقيها فين؟ على الاس. لكن الهالوجين بلاقيه فين؟ بلاقيه في البي. طيب جميل جدا جدا. element of group 1A are called، ايوه زي ما انت شاطر كده وعارف، alkali metals. لكن group 7A called halogens. طيب هنشوف اللي بعده. potassium belong to group 1A، ده احنا حافظينه ده. لكن الفلورين لا، ده احنا لازم نحفظ. خد بالكم جروب 1A وجروب 7A لازم يتحفظوا. ده 7A اللي اسمه الهالوجين. all element are of group 1A are metals، كلهم metals ما عدا الهيدروجين الوحيد اللي، ما عدا الهيدروجين الوحيد non metal، while all element of group 7A are mean non metals. الهالوجينز non metals، خد بالك. transition element are located in the، بنلاقيه في النص يبقى دي بلوك. inert gas are located in the p block. تمام. transition بيبداوا من period 4. يعني ايه من period 4؟ يعني انت فوق بتلاقي هيدروجين، هيليوم مش موجود هنا، ما تلاقيش ترانزيشن. تنزل هنا ليثيوم ما تلاقيش ترانزيشن. تنزل هنا صوديوم ما تلاقيش ترانزيشن. تيجي هنا بوتاسيوم، كالسيوم، تلاقي بعديهم الترانزيشن ظهر. يبقى في بيريود نمبر كام؟ 4. زي element of F block are located فين؟ الاقيهم فين دول؟ قاعدين فين يعني؟ تمام. of periodic table، فدول بنلاقيهم موجودين تحت الجدول. تمام. يعني ممكن اقول below او ممكن اقول at the bottom. تمام. while the element of D block are located in the، ال D block فين؟ في الميدل اللي هي في نص الجدول. طيب the periodic table the نقط indicate the number of electrons. بعرف ازاي الالكترونز اللي في اخر energy level او الانرجي ليفل؟ لما اعرف مثلا ان اخره 1 بعرف بيه ايه؟ عدد الجروب. لكن مثلا while mean number indicates the number of occupied energy level، اعرف بقى عندي كام energy level عن طريق مين؟ عن طريق البيريود. لما اقول لك period number 3 يبقى عنده 3 energy level، لما اقول لك period number 2 يبقى عنده 2 energy level، وهكذا. two element magnesium وكالسيوم are located in the same، مش عارف، تعال نشوف. ده 282، الكالسيوم 2882، هما الاثنين عندهم نفس كلمة 2، فيبقى موجودين في نفس الجروب، نفس الجروب عشان عندهم هما الاثنين نفس الاوتر موست انرجي ليفل. لكن مثلا لما اجي ابص على البريليوم ب 4 اجي اوزعها 2 2، الكربون ب 6 لما اجي اوزعه 2 4، فالاثنين عندهم 2 انرجي ليفل، يبقى كده ان ذا سيم ايه بيريود. خدوا بالكم. طيب تعال نشوف اللي بعده. لويس موديل اوف فلورين اتوم انكلود ايه سنجل الكترون. تعال نشوف. فلورين 9 نوزعها 2 7. تعال ادي الفلورين، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6 ادي 7، يبقى عنده كام واحد امبيرد؟ يبقى عنده 1. يبقى عنده 1. تمام تمام. طيب والفالنسي بتاعته دي هتكون ايه بقى؟ نوعها ايه الفالنسي بتاعته؟ مونوفالنت. ليه مونوفالنت؟ لان هو عنده نقص لواحد الكترون. فالنسي اوف الكالي ميتال كلهم هيكونوا مين يا دكتور؟ مونوفالنت برضه. اشمعنى؟ عشان كلهم الاوتر فيه 1. لكن الالكالاين ايرث ميتال بيبقى عندهم 2، يبقى ده كده داي فالنت. اللي عنده 1 مونوفالنت اللي محتاج 1 مونوفالنت، اللي عنده 2 داي فالنت اللي محتاج 2 داي فالنت. element located in period 2 group 2A. period 2 ماشي. جروب 2A يعني كده، يبقى الاتوميك نمبر كام؟ 4. and belong to انهي بلوك؟ ده بقى انهي بلوك؟ بما ان هو هنا 2A فنلاقيه في مين؟ في الاس بلوك. صح؟ صح. تعال نشوف مين ايه اللي بعده. نمبر 18. ده سؤال حلو قوي. بما ان ده 11 فاللي فوقيه 3
واللي فوقيه 19. مستر انت حافظ فعرفتها منين؟ طب ما تقول لي. بص يا حبيبي، لازم هنا ده 11 وتيجي توزع 11 تلاقيها ايه 281، يبقى لازم اللي فوقيه يكون عنده 1 وهيبقى 2 انرجي ليفل، ولازم اللي تحتيه يبقى عنده 1 بس يبقى عنده اكتر في عدد الانرجي ليفل. فانا كده عرفتها. بما ان ده 19 يبقى ال ده 20. خد بالك. طيب يبقى الدي ده 21. ماشي. قال لك ايه بقى؟ احنا عندنا element L is located in period كام؟ هلاقيه في period 4 عشان 4 energy level. هلاقيه في جروب كام؟ 2A. ماشي. element D is a transition. انا من بعد ال 20 بخش في حاجه اسمها ال transition element. تمام. belong to هيبقى نلاقيه في مين؟ في ال D block. خد بالكم من دي. طيب the atomic number of group 7A element increase the atomic radius. خد بالك من الحته دي، ما دام بنزل لتحت في الجروب الاتوميك ريزلت بيزيد، ده ما فيهاش اي مشكله، كده كده بيزيد. and the melting and boiling point increase. تمام. طيب هنشوف مين ايه اللي بعده. ده هي كومبليت فاية تشوز يعني. تمام. ساينتست مين قال ان لازم اعتمد على ايه بدل ايه؟ بدل ايه؟ يبقى بدل ايه دي اكيد الاتوميك ويت، صح؟ هستخدم حاجه غيرها، اتوميك ماس. ماشي. يبقى استخدم مين؟ اتوميك نمبر. يبقى انا استخدمت ده واستخدمت ده. مين بقى اللي قال المعلومه دي؟ واحد اسمه موزلي. شفت بقى جت ازاي؟ طيب ساينتست مين اللي حط الزيرو؟ موزلي. تمام. يبقى كده ايه الموضوع سهل قوي. مستر انت ينفع تستخدم موزلي تاني؟ طيب which include the inert gas 2 اسمه ايه بقى اللي هستخدمه ده؟ تمام. يعني بص قال لك ايه؟ scientist مين added the zero group Mosley included inert gas 2 مين table، يبقى اكيد يعني هو ما فيهاش مشكله. يبقى انا اول واحده موزلي، بعد كده atomic number، بعد كده atomic مين mass. number 2 scientist Mosley added zero group which includes inert gas 2 من the leaf table، يعني هو عدل على من the leaf table. عدل على the leaf table. scientist مين discovers the nucleus of the atom contain positive charge Rutherford. اللي قال يا جدعان جوه النيوكليس في حاجه بوزيتيف وهو سماها بنفسه كلمه مين؟ بروتونز. طيب تعال نشوف ايه اللي بعده. نشوف كده اللي بعده. قال لك هنا ايه برضه هايت كده ايه complete fight choose. ماشي. The number of inert gas is not the number of other non-metal gases in the periodic table. تعال بقى نشوف، ده سؤال حلو قوي ده. عدد الانرت جاز كام؟ 6. عدد النون ميتال جاز كام؟ 5. يبقى greater than. طيب number of element in period 4 كام؟ 18. يبقى number of 3 كام؟ هنا عندك 6 و2 8. يبقى الراجل ده هنا بيتكلم ان number هنا ده greater than. خد بالك من دي، حلوه قوي. طيب number of electron in the last energy level of metal هيكون مين يا دكتور؟ هيكون اقل طبعا من non metal. non metal بيبقى عنده 5 و 6 و 7. number 4 number of valence electron symbol of fluorine in its Lewis structure is كام؟ the valence of fluorine، يعني the number of valence electron around the symbol of fluorine in its Lewis structure كام؟ is كام؟ than valence of fluorine. طيب هيكون كام يا دكتور؟ احنا عارفين ان احنا دلوقتي لويس قال ان الراجل ده عنده كام في الاخر؟ 1. خد بالك ليه؟ قال لك عندك واحد بس امبيرد الكترون، لان الفلورين ب 9 فلما تيجي توزعها تلاقيه 2 7. فالنمبر بتاع الفالنس الكترون اللي هو ذا سيمبل هلاقي كتير قوي حواليه، يبقى ده جريتر زين. لكن هو اصلا الفالنس بتاعته كام؟ مونو. فهنا هلاقي 7 حواليه، هلاقي 5، هلاقي بص الفلورين 2 7. فدي 1 2 3 4 5 6 ودي هنا مين؟ 7. فهنا بص كام حاجه حواليه. لكن مثلا لما اجي اقول لك الفالنس بتاعت الفلورين بتقول لي مونو فواحد بس. تعال نشوف نمبر 5. فالنسي اوف element in group 7A. الفالنسي بتاعت الاليمنتس اللي في جروب 7A مالها؟ زي الجروب نمبر. دي بقى حاجه حلوه قوي دي. يعني الفالنسي اوف element in group 7A مالها؟ الفالنس بتاعتهم والرقم والجروب نمبر. هنا ده اكتر ولا اعلى؟ يعني ايه يا مستر؟ يعني الفالنس بتاعتهم اسمها مونوفالنت، لكن الجروب نمبر بتاعهم اسمه ايه؟ 7A. فيبقى ده ماله للزين. فهمت الفكره؟ نمبر 6 البويلنج بوينت بتاعت البرومين مقارنه بمين؟ بالكلورين. انا كل ما بنزل لتحت في النون ميتال البويلنج بيزيد، يبقى كده البرومين ماله اعلى. نمبر 7 chemical activity of alkaline earth metal is not the chemical activity of alkali metal. بتكون مين؟ less than. سؤال حلو قوي قوي قوي، عايزك تكون مذاكر كويس جدا. طيب الباقي ده تقدر ايه تقعد تقزقز فيه، الموضوع مش صعب خالص يا دكتور، صح وغلط وكوريكت كلمه وكلمه والكلام الجميل ده كله، فمش هيبقى عندك اي مشكله. تعالى بس نشوف السؤال ده بتاع determine the location. ازاي اعرف مثلا المكان؟ النيتروجين مثلا ب 7 لما اجي اوزعه هلاقيه 2 5. فلما اجي ابص انت عندك هنا كام انرجي ليفل؟ ادي كيو ال. عندك كام انرجي ليفل؟ 2. يبقى كده بيريود كام؟ 2. عندك كام في الاخر؟ 5. يبقى جروب ايه؟ 5 ايه. فهمتوا الطريقه؟
طيب تعال نجرب حاجه كمان. هات مثلا البوتاسيوم، ماله؟ هنا بص 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 2881 كي ال ام ان. حلو. لما اجي اسالك عندك كام انرجي ليفل تقول لي 4، يبقى بيريود 4. عندك كام في الاخر؟ 1، يبقى جروب 1 اي. فدي مش هيكون فيها مشكله خالص معاك، لان دي حاجه ايه جنبها قوي. ده سؤال حلو قوي، بيقول لك الاتوميك نمبر اوف ايتش فيلو. عكس. يعني ايه عكس؟ قال لك بيريود 2 يبقى 2 انرجي ليفل، جروب 6 ايه يبقى الاخر فيه 6، يبقى حط هنا 2 6. فيقول لك الرقم بالاتوميك نمبر بتاعه بكام؟ ب 8. بس تعال نجرب واحد تاني، ده حلو قوي على فكره. قال لك بيريود 3 ادي 1 ادي 2 ادي 3. جروب 0 يعني الاوتر فيه 8، يبقى هحط هنا 8، واكيد هنا فيه 8 وهنا 8، يبقى الراجل ده بكام؟ ب 18. فهمت تتحل ازاي؟ ده هو بيديك السؤال بالعكس، يعني انت فوق هنا بص كده، هنا كان بيديك الرقم وانت تقول له البيريود والجروب، هو بقى تحت بيقول لك البيريود والجروب وانت تقول له الرقم مش الاليمنت. مش الاليمنت. فده ما عندناش اي مشكله خالص في السؤال ده، دمه خفيف جدا 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 جدا. طيب هقف هنا، يا ريت تكملوا حل الواجب، والباقي كله ممكن نحله مع بعض في الحصه، ما عندناش اي مشكله. انا حليت معاك الحاجات الكتيره قوي قوي قوي، وانت تقدر تكمل، ولما اشوفك نقدر نحل مع بعض اكتر واكتر. اشوفكم دايما على خير يا دكاتره اولى اعدادي.